بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة النهاردة واليوم الثالث في رمضان. اليوم الثالث يوم مميز وحلقة مميزة، وحلقة النهاردة إن شاء الله بإذن الله هتسمعوا فيها وتستمتعوا بالرقم 3. الرقم 3 ذكر في القرآن الكريم 17 مرة. طب ما تيجوا بقى نطلع على السورة رقم 17. السورة رقم 17 في القرآن الكريم هي سورة الإسراء، وسورة الإسراء رقمها 17، يعني التي فرض فيها الصلاة 17 ركعة: 2 الفجر، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء. دول 17 ركعة في سورة الإسراء اللي رقمها 17. ورحلة الإسراء والمعراج كانت يوم 27 رجب. دي أول حاجة. 17 فسرناها. 3 تعالوا بقى ناخد 3. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 3 كل ركعة من الركعات اللي بتركعها تركع مرة وتسجد مرتين، يعني كده 3. و3 في 17 51، وال51 بتركع 17 وتسجد 34، ادي كده 51. رقم السورة الإسراء هي رقم 17. طب المعلومة الجديدة بقى التانية: سورة واحدة في القرآن الكريم برضو عدد آياتها 17، هي سورة الطارق التي رقمها 86. يعني سورة الطارق السورة رقم 86 عدد آياتها، والوحيدة في القرآن الكريم التي عدد آياتها 17. فما تيجوا نشوف 3 سور في القرآن الكريم عدد آياتها 3. إيه هم السور 3 اللي عدد آياتها 3؟ أيوة، أكثر سورة في القرآن الكريم سورة الكوثر 1. فاضل سورتين، إيه هم؟ سورة النصر وسورة العصر. يبقى عندنا 3 سور في القرآن الكريم عدد آياتهم أو عدد آيات كل سورة فيها 3 آيات بس: الكوثر والنصر والعصر. أول الحروف المقطعة أو الحروف النورانية التي ذكرت في القرآن الكريم في سورة البقرة ألف لام ميم، 3 حروف. ألف لام ميم الحروف النورانية المقطعة ذكرت ألف لام ميم 6 مرات في 6 سور. طب إيه هي ال6 سور اللي بدايتها بألف لام ميم؟ البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، ونختم بالسجدة. الحروف المقطعة عددها كام؟ أو الحروف النورانية عددها كام في القرآن الكريم؟ 14 حرف. يعني الحروف المقطعة ألف لام ميم حاميم كاف هاء عين صاد 14 حرف.
في بدايات 29 سورة. سبحان الله. ألف لام ميم اللي اتكررت 6 مرات في 6 سور، تضرب 3 في 6 ب18. ايه ده كده؟ ال18 وال81. عشان نقول ان ال81 هي ميزان القرآن. الألف ب1 واللام ب23 والقاف ب21 والراء ب10 والألف ب1 والنون ب25، تجمعهم كده مع بعض يطلع 81. يبقى حتى الحروف النورانية المقطعة التي ذكرت في القرآن الكريم، ألف لام ميم بدايتها ألف لام ميم في سورة البقرة، ذكرت 6 مرات في 6 صور اللي احنا قلناها. تضرب 3 في 6 ب18، تقلب ال18 اللي في ايدك تبقى 81، لأن أنت ما تحط ال18 دي في ايدك، حطها في المراية كده، هتبقى 81. حتى ال81 لو أنت طرحت منها ال18 هيطلع الرقم 63، و3 في 6 ب18، وال63 هي عمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاشه في هذه الدنيا. تستغرب، أنت بتسمع حاجات عمرك في حياتك ما سمعتها. طيب، سورة الكوثر أقصر سور القرآن الكريم، 3 آيات. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. 10 كلمات. فصل لربك وانحر 10. أيوة النحر العيد الكبير يوم 10 ذو الحجة. فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، والكوثر هنا يا محمد إنا أعطيناك الكثير. كل أمتك يا محمد أولادك وأبنائك هم كثر كثير، مش لوحدك يا محمد. لا كل أمتك ولادك يا محمد. الشفيع. صل على رسول الله. نوحد الله ونصلي على الرسول تاني وناخد المعلومة الطبية. لازم نفرق ما بين حاجتين، ما بين الأزمة القلبية والسكتة القلبية. السكتة القلبية يعني حد سكت خلاص، نزل مرة واحدة زي الكهرباء كده، لما تشيل الفيشة تلاقي الدنيا السكتة القلبية عيب كهرباء. الأزمة القلبية عيب مية. إيه مية دي؟ المية دي اللي هو الدم. الدم ده بيمشي في إيه؟ في الشرايين. اعتبر كده إن ده خرطوم، يا الخرطوم متني يا الخرطوم ضيق يا الخرطوم فيه سدة، يعني جلطة ولا حاجة بتعمل الدم ما بيمشيش كويس، أو الدم ماشي سلو ببطء في هذه الشرايين. يبقى لازم تبقى عارف إزاي نفرق ما بين الأزمة القلبية وما بين السكتة القلبية. السكتة القلبية اللي هو الموت المفاجئ اللي احنا قلنا عليها في الحلقة رقم 2، قلت لك تشخص إزاي. إن شاء الله هسيب لك في الفيديو ده الرابط بتاع الحلقة كاملة How to do CPR، إزاي تعمل إنعاش قلب رئوي
محاضرة كاملة 1 ساعة و6 دقايق هتستمتع بيها وتعرف كل حاجة عايز تعرفها عن الإنعاش القلب الرئوي. بشكركم، وبكرة نتقابل في حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين.